عليوي، الله يساعدك. تسلمين. خير، اليوم جاي من وقت من الشغل؟ اي والله تركت الشغل، صارت مشكلة وطردون على شي تافه. يلا عيني لا ضوج، هي هاي الدنيا يوم إلك ويوم عليك، الله موجود لا تتم. والنعم بالله، الله كريم. تعال اقعد وارتاح، راح أصب لك الغدا واجي. يما انت صدق تركت الشغل او ليش؟ اي يما، صارت مشكلة وعفت، ان شاء الله اتعين واخلص من الشغل وفضيمة، تعبت. يما التعيين يتأخر، شلون تظل قاعد وبدون شغل وانت عندك مرة وطفل، كلها مصاريف واحنا هم ما نقدر نساعدك. تدري انا عندي التقاعد وابوك راتب التقاعد مليونين بالشهر ما تكفي، والنوم نتحمل مسؤوليته. يما انت مقرب الناس لي، لا عاد وين اروح؟ شغل ماكو، اذا انتم ما تفكرون بيه وتفكرون الماديات والمصارف، لا عاد الغريب شي يسوي؟ الو مية، هذا كله طابخته؟ هواي مسويه. عمي هذا مقدار الطبخ مثل كل مرة، ما زودت. ايه حتى لا مثل كل مرة، قللي عليه وبعد ما يشتغل مصاريفه هواي صارت، منو يدفعها؟ أقول لك يما شنو غدانة؟ تمن مرق شجر. يوه، هم مرق شجار، مو تدرين بيه ما أحبها؟ ليش يما؟ انت ما تحبها؟ كل مرة تنصدمين لأن أنا ما أحبها، انطيني فلوس خلي أتغدى بالمطعم. يما كان وين راتبك؟ استوك استلمت. خلص راتبي. هسه شوية وأقوم أجيب لك فلوس. ها خو ماكو شي، تأخرتي اليوم. لا ماكو شي، صار عندنا اجتماع. نومية، قوم شيل الأكل وغسل المواعين وسميته، قوم سوي لنا شاي. صار عمي تدللين. عمي أنا قعدت الصبح نظفت البيت وطبخت الغدا وسميتي بالدوام، وهسه هم نغسل مواعين وسميتي بس تسوي شاي، ما يصير هيك. سميته سوى اجت من الدوام وتعبانة، انت ما عندك شي، يلا قومي لمي المواعين وغسلين. والله مليت من التفرقة كلها بسبب الفلوس، لأن أخو زوجي وزوجته موظفين وينطوهم فلوس، يعاملهم معاملة تختلف عن معاملتنا. هذا المسواق اللي وصيتيني عليه. ايه عاشت ايدك، انطيني اياه، خل اضمه بالكنتور، المصرف بعد ما يسيطر عليه، عائلتنا كبيرة وعليه وترك الشغل. نسيت اقول لك، رحت للدكتور، شنو سبب الألم اللي بصدرك؟ اي رحت سويت أشعة وتخطيط، طلع عندي ذبحة صدرية. عزة، سخام سخمني، طامن لطمني. الحمد لله على كل حال. ها يابا شلونك؟ رحت للطبيب؟ هلا عليوي شلونك؟ اي رحت، طلع عندي ذبحة صدرية. لا صدق، وهسه شلون ناخذك للمستشفى؟ لا ما يحتاج، الدكتور انطاني علاج وقال حاليا وضعي مستقر. الله يشافيك يا رب. وشنو تحتاج؟ خاف يصير عندك ألم قول حتى ناخذك للدكتور. إن شاء الله. جاء أبوي من الدكتور وطلع عنده ذبحة صدرية ووضعه مو تمام. لا خطية، ما يستاهل، الله يشافيه يا رب. لا ضوج تفكر، هي هاي الدنيا ما بيها راحة. الله كريم، الحمد لله على كل حال.
أقلت يما أبوي صار له 8 أشهر متوفي الله يرحمه، وهاي سنة الحياة كل من يروح لدار حقه. أنا أريد ورث، أريد أكون نفسي، أشتري سيارة، وأبوي عنده أملاك خير من الله. جويسم، تراب قبر أبوك لسه ما يبس وأنت تريد ورث؟ شو تقول الناس؟ من هسه تقاسمنا الورث؟ الناس سنين وقاعدين نفس البيت ومجتمعين على اسم أبوهم وعايشين سوا. يما هذا الشي لا عيب ولا حرام، رب العالمين محلله، وهاي سنة الحياة. خلي نشوف مقسم شرعي وش قد حصلت من الورث حتى أخذ فلوسي وأشتري السيارة، من زمان ببالي. يما لا تحتاج مقسم ولا شي، أبوك قبل ما يموت كتب وصية الأملاك نص إلك ونص إلي، وعليه وعود أنا أعطيه من عندي لأن ما عنده شي. شنو هذا الحكي؟ ليش هاي التفرقة؟ أنا ما ببالي الفلوس ولا يهمني، بس إلى متى أظل بهاي التفرقة؟ والسبب أنا ما عندي، وجويسم هو وزوجته عندهم راتب وتنطونهم. أنا تعبت، هسه راح آخذ غراض وأطلع من هذا البيت وأقعد بالإيجار ولا أظل هنا. يمك ولي الله، أنا أعطيك فلوس من عندي.